السلام عليكم ومرحبا بكم مرة جديدة في قناتكم. اليوم جبت لكم وصفة لقهوة العصر بزاف بنينة وخفيفة وما فيهاش مقادير كبار وتوجد تاني بالخف. تبعوا معايا المقادير، نبداو على بركة الله. بسم الله. عنا 50 مليلتر تاع الزيت ما يعادل ربع كاس. عنا 125 غرام تاع الزبدة، 300 غرام تاع الفارينة، حبة بيض، 100 غرام تاع جوز ولا لوز ولا قوقاو مطحون، 80 غرام تاع السكر، عنا قرفة، رشة ملح، معلقة لافاني، معلقة تاع خميرة الحلوى. خلي لكم مقادير مكتوبين في صندوق الوصف. الحاجة الأولى اللي نبداو بها الزبدة اللي نكونوا ديجا ذوبناها وخليناها تبرد. من بعد نضيفو حبة البيض ونخلطوا المقادير. نزيدو كمية تاع السكر تاعنا ونخلطو بيان هنايا حتى شوية يبيض معانا الخليط. وهنا نضيفو كمية الزيت اللي عنا، ربع كاس تاع الزيت ولا 50 مليلتر تاع الزيت ونخلطو ثاني. بعد ما نخلطو هذوك المكونات جيدا نزيدو هنايا رشة الملح ونزيدو ثاني لافاني ونزيدو ثاني القرفة. هنا القرفة على حسب الذوق اللي تبغيو، اذا تبغيو نتوما بزاف ديروا شويه بزاف، اذا ما تبغيوهاش ما تكثروش منها. ونزيدو ثاني المكسرات. هنا تقدروا تستغنوا عن المكسرات، انا كان عندي شويه تاع الجوز طحنته. اذا عندكم لوز ولا قوقاو ولا جوز طحنوا هذيك الكميه قليله وديروها ثاني، واذا ما عندكمش ثاني معليش ما ديروش. نخلطوهم ثاني مليح ونضيفوا الفرينه معاها الملعقه تاع الخميره تاع الحلوى حتى تنضم معانا العجينه. هنا سدي معاكم 300 غرام 320 350 غرام ماكسيموم. اللي حبت ثاني تضاعف المقادير تضاعفهم. هاد الكميه تخرج لكم 29 30 حبه على حسب الحجم اللي ديروه نتوما. وهنا من بعد ما نطمس معايا العجينه ما نديروهاش يابسه، ماشي طريه ما تكونش تتلاصق، نكوروها هكا ونديروها في الصينيه باش ندخلوها طيب. نكملوا نكورو كامل الكميه اللي عندنا ونسخنوا الفرن تاعنا مقبل وندخلوها طيب. الحراره تكون قليله ونخلوها حتى تتحمر. هنا من بعد ما كملت كاع الكميه وكنت سخنت ديجا الفرن دروك ندخلها يطيبوا كي يخرجوا نوريهم لكم. هنا من بعد ما صابوا نطابوا ما خليتهم حمار بزاف، نرشوهم برشة من القرفة وسكر بودر
بعد ما درنا له الرشة تاع القرفة والسكر نقدموه مع لاتاي قهوة العصر، يجي بزاف بنين. البنات جربوه أكيد ما راحش ندموا. المقادير تاعه بزاف سهلين، ويوجد ليه اسمع ما يغبنكمش وما فيهش بزاف تعب. وهنا غادي نقسم معاكم حبة باش تشوفوا النتيجة قدام عينيكم. في الآخر ما بقالي غير نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه. نلتقي في وصفات أخرى جديدة إن شاء الله. سلام.